بوريك الاول. اوكي تمام. هنقول بقى المكونات بتاعته. ايوه. عندنا نص كيلو دقيق، وعندنا معلقتين من السكر. كل حاجه عندنا هتبقى معلقتين. تمام. طيب. وعندنا هنشوف بقيه المقادير. هنشوف انت قلتي هتبداي بالبوريك الاول. البوريك الاول. طب كل حاجه معلقتين يا جماعه، معلقتين لبن بودره، معلقتين سكر، معلقتين خميره فوريه، معلقتين بيكنج باودر، نص معلقه ملح، ربع كوبايه زيت، ومعلقتين سمنه، وكمان 3 معالق صلصه، ومعلقتين زبادي، وكوبايه ميه دافيه. يلا بقى نبتدي بقى. ابتدي. اول حاجه هنحط الميه بتاعتنا. معلش هي المعلقه كبيره ولا صغيره الاول؟ لا المعلقه كبيره. طب المعلقه بتاعتنا دي اللي احنا بناكل بيها بس البيكنج باودر انت قلتي معلقتين، هي ربع معلقه. والله تمام. المعلومه ديت في خطا فيها. تمام. دي نص ولا ربع؟ ربع معلقه. طيب ربع معلقه بيكنج باودر. هننزل بقى بالمقادير بتاعتنا. المقادير على الشاشه اهي يا جماعه. هنحط اللبن البودر بتاعنا. ايوه. هتحطي كل حاجه عندك على كوبايه الميه. على كوبايه الميه دي. مش اكتر. وربع معلقه البيكنج باودر. طيب انا برضو عايزه اعرف ومعلقتين السكر. الخميره الفوريه معلقتين صغيرين طبعا. لا معلقتين كبار. طيب ماشي. احنا بنحط كل المكونات الجافه فوق بعض مع بعض على الميه بتاعتنا. احنا يعتبر بنحط يعني انت حطيتي الميه خلاص؟ حطيت كوبايه الميه. طب تمام. وادي معلقتين الزبادي. ايوه. بتخليها طريه كده وجميله. ومعلقتين معانا الصلصه. ايوه. والصلصه كمان معاها؟ كله. ما هي بصي بتتعمل في دقايق. الله. في دقايق شوفوا يا جماعه اقتصاديه جدا، دي كلها من مكونات البيت اللي عندنا. وعلى شرط بتعملي منها 50 واحده. طب يعني 50 قطعه. يعني المقدار ده يعمل 50 قطعه؟ 50 قطعه بانيه ما شاء الله. وتحطي بقى اللي هو ربع كوبايه الزيت ومعلقتين السمنه. تمام. تنزلي عليهم كده بقى. ايوه. وبالمضرب بقى بتاعك بقى وايه، خدي بقى الحاجات دي كلها على بعض كده. طبعا ما تتضربش في الخلاط عادي او في الكبه، بس هي مش مستاهله يعني. طب تمام. فاهمه؟ ماشي. يعني بحيث ان هي مكونات اصلا تدوب معاكي بسرعه. طيب انت لسه ما حطيتيش الدقيق صح؟ لا الدقيق بقى انا حطاه في البوله لوحده. يعني دقيق لوحده ده 3 معالق. لا دقيق قد ايه؟ نص كيلو دقيق. الدقيق معانا ما كانش مكتوب اصلا. نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق يا جماعه، نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق بس. تمام. على المكونات دي في نص كيلو دقيق. اول بقى ما تتقلب معاكي كويس قوي كده. ايوه. خلاص هتنزلي بقى بيها على الدقيق بتاعك ده. خلاص على كده هو اتعمل البوريك بتاعنا. بس خلاص كده. مش قلت لك حاجاتنا سهله النهارده وبسيطه؟ والله برافو عليكي، اقتصاديه جدا. وعلى طول. وهي المعيار هو كوبايه الميه بتاعتك. كوبايه الميه يعني ما ننزلهاش بالتدريج ولا كلام من يعني حسب الدقيق بتاعك. يعني الدقيق عايز ميه بس الميه تكون دافيه يا جماعه عشان الخميره صح؟ ميه تكون دافيه شويه. طيب احنا بقى محتاجين كده ايه، نشيل المضرب الجميل ده ونعجن بايدينا. نحط ايدينا بقى عشان الدنيا تمشي معانا كده. قولي لي بقى وانت بتعجني كده، انت في الحلويات والحاجات الجميله اللي انت بتعمليها دي بقالك قد ايه فيها؟ لا انا من زمان قوي بحب اعمل اكلات وكده. يعني انا غاويه مطبخ شويه زي ما بيقولوا. انا بحب المطبخ. بحب الاكلات وبحب الحاجات الاقتصاديه والحاجات اللي بتحبها الاولاد. ده مالي يعني ايه تبقى ليها اي حاجه الطفل بيبقى عايزها بدل ما تشتريها له من بره. طب ليه؟ جميل. ما تعملي في البيت. وعرفتي بقى الطريقه دي ازاي ولا انت اخترعتيها ولا ايه؟ لا انا شفتها. البوريك ده انا شفته مش اخترعته. أيوة. لاني شفت في الفرنه بيعملوها كده يعني. والله بيعملوها بنفس المقادير دي. وبتطلع هايله معانا. فقلت طب ليه، انا لقيت الكيلو بتاعها كان غالي. فقلت لا طب ما انا اعمل في البيت وتبقى موفره وانت عارفه انت حاطه ايه بالظبط. ما نعرفش بقى الحاجات التانية دي بتبقى عباره عن ايه بالظبط كده. صحيح. برافو والله. ايه اكتر حاجات انت متميزه بيها يا شيماء؟ بصي انا مش هقول لك انا متميزه في كل حاجه. الحمد لله. بس في لا الحاجات اللي الاسره عندك تقول لك لا ده هي شيماء في ده بصراحه. يعني مش عارفه يعني في حاجات كتير. بس انا مش عارفه هم حابين حاجات كتير من ايدي. حلويات حاجات حلوه. المطبخ كمان الشرقي والحاجات دي انت بتعمليها برضو؟ طب بالذات جلاش اي حاجه محاشي اسماك كل حاجه. ما شاء الله. احنا مش واقفين عند حته معينه. برافو عليكي والله.
بصوا يا جماعه العجينه كده خلاص. بصوا يا جماعه فضلنا نعجن، فضلت تعجن في العجينه، وريها لهم بقى وهي ما خدتش وقت خالص ومش ماسكه في ايديها خالص يعني خالص. اه بصوا ولا لزقت ولا اي حاجه. بصوا بقى عامله ازاي، دي شكلها ايه تحفه. وهنشكلها بقى مع بعض. طب وريها لنا تاني برضو لحسن ما لحقناش. لا انا عايزاكي تمسكيها في ايديك. انت مسكيها كده. ايوه بصوا يا جماعه عامله ازاي. عايزه اقول لك بقى انت بتخمريها قد ايه، وقت قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه. بتلاقيها بقى ملت الطبق معاكي كده. طيب طلعي لنا بقى واحده وكوريها وخليها للشكل النهائي خالص. ماشي. انت بتاخدي واحده كده ايوه قطع صغيره وتعمليها كور كده. وبعدين تبتدي بقى تحطيها هنا. اقول لك الطريقه الثانيه. وحطيها بقى في الصينيه على طول، يعني ورينا وحطي في الصينيه. ما انا هعمل كده. طيب تمام. بتبتدي بقى تفردي كده. عندك طريقتين. عندك اي حشو بقى انت عايزاه ممكن تحطيه. يعني اي حاجه انت عايزاها ممكن تحطيها عليه. الحشو دي حاجه اختياري بقى، يعني دي حاجه بتاعتك انت. فاهماني. وتجيبي بقى عندك الطريقه دي كده. حطي جبنه بقى اللي هو البوريك بالجبنه، الحاجات المتاحه عندك. المتاحه عندك، لاننا احنا بنقدم حاجه اقتصاديه، ما نروحش نشتري ليها حاجه مخصوصه الا اذا كان انت امكانياتك تسمح. جيبي بقى سوسيس، جيبي الحاجات دي، بسطرمه، الحاجات دي ممكن تعمليها، لكن احنا بنقدم حاجه اقتصاديه من البيت والجوه البيت. كده احنا قفلنا، خدنا اول واحده. ايوه عملناها زي القطايف كده. وهناخد الثانيه دي هنجيبها عليها كده، يعني مره وبعدين كمان مره. بس اهم حاجه بقى تقفلي الاطراف بتاعتها كلها. يعني انت تنيتيها مره وبعدين انت واخده الطرف مرجعاه تاني. تمام. ليه بقى؟ عشان الجبنه اللي جواها ما تطلعش منها. ما تطلعش. اوكي. تضغطي بقى عليها كده وتحطيها في الصينيه بتاعتك. حلو قوي. هناخد واحده تاني. طيب تمام. بس هي يا جماعه لما بتخمر بتبقى يعني ايه أكتر احلى من كده بكتير. والعجينه بتبقى ايه، معلش احنا عشان الوقت يا جماعه فاحنا جايبين يعني الجديد عشان الوقت. طيب قولي بقى. قطعه جبنه تاني. عندك بقى الطريقه الثانيه انا هوريها لك برضك، يعني حلوه جدا. بصي انا عايزاكي بس توريها، هي مش باينه، يعني ابعدي الكور شويه او دوريها شويه. ايوه بس كده تمام. يلا بقى. ممكن بقى تمسكيها كده وتجيبي دي كده وكده، يعني اسهل، وتعمليها كده. مره واحده بقى وخلاص. يعني هي ليها طريقتين. الطريقه اللي انت حباها تعمليها بيها، بس لازم تسيبي لها من جوه فراغ عشان تبقى ايه، عشان هتنفش. بتنفش جامد جدا. الكور بتبقى صغيره بتنفش معاكي جامد قوي. ونحطيها بقى هنا. في بقى خطوه نكمل ولا لا؟ خلاص كده نشوف بقى حاجه تانية. ماشي. لا احنا لسه في خطوه تانية. قولي الخطوه. احنا بنجيب صفار بيضايه يا جماعه. ايوه. ومعلقتين لبن. نضربهم على بعض عشان نحطهم على وش معانا الباتيه مع حبه البركه. بنعمل كده بقى في الصينيه. ايوه. وندهن الوش بقى الفرن بصفار بيضه، مش بيضه عموما. ومعاها لبن قد ايه؟ يعني بيضه واحده وكام لبن؟ قد ايه حسب الكميه بقى اللي انت عايزاها. طيب بس هتعملي كيلو دقيق يبقى صفار بيضتين. طيب اللبن قد ايه؟ معلقتين لبن كبار. معلقتين لبن اللي هم اللبن العادي. اللبن العادي السائل. وتحطي بقى عليها كده اهوت. طيب احنا خلاص بقى كفايه كده تمام. ونجيب بقى اهو. بصوا يا جماعه شكله حلو قوي. طيب ادينا بقى الشكل النهائي ليه، شكله يجنن. وانتي عامله الجو السبت ده اللي عامل زي المشنه كده، فرائع. الله تحفه بجد. لا ابعدي بقى الورد ده عشان يعني لفي البتاع برضه. ايوه كده تمام. نشيل بقى الحاجات التانيه ونبدا في اللي هي البيتزا الجلاش. تمام. احنا عايزين نفتح واحده كده. ماشي افتحي لنا يا ريت على الهوا. بصوا يا جماعه، بصوا شكلها عامل ازاي. دي قلبها. الله تحفه على فكره والله، زي اللي بتتباع بره بالظبط واحلى كمان. طعمها جميل جدا. برافو عليك. وموفره، تعمل معاكي 50 قطعه. حلو. وبعدين يا جماعه انتوا بتعملوها صغيره كده هي بتنفش معاكي. حلو قوي. يعني لما نحط الحشو يبقى فيه فراغ لسه علشان هي بتنفش. طيب يلا. هنعمل بقى جلاش بيتزا. بس بسرعه بقى. تمام. جبنه موتزاريلا. تمام. اي حاجه بقى انت لفه جلاش، فلفل الوان، زيتون، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، سجق او اي اضافات. بصوا اللي انتوا عايزينه برضه، حطوا الاضافات اللي انتوا عايزينها، بس في الاخر هتبقى نتيجه شكلها جميل جدا.
عشان ايه اللي ما بيحبش عجينه البيتزا زي يعني بتجيبي بقى ممكن يبقى من خلال الجلاش هيبقى متهيألي هتبقى اطعم، بتبقى جميله جدا. طيب احنا وبتجيبي معاكي سمنه على زيت. طيب وبتولعي عليها من دلوقتي؟ يعني يا دوبك بس عشان تبقى ايه سايحه معاكي كده. تمام. ونبتدي بقى ايه؟ اوكي. بنجيب 3 طبقات. ايوه 3 طبقات من الجلاش. اي بقى حاجه انت حابه تحطيها جواها حطيها، مش فارقه يعني. اي مكون حابه تعمليه اعمليه بيه. اوكي. دي حاجه ترجع لك انت. يعني انت مسيحي السمنه والزبده دي سمنه عشان سمنه وزيت. سمنه وزيت عشان تعملي بالظبط الورق، تدهني الورق. بتدهني هي اول ورقه بس. كام ورقه بقى؟ 3 ورقات بس. 3 ورقات يا جماعه، بتدهنوا اول ورقه بس. 2 3 ورقات. طيب تمام. هتبتدي بقى الاول ايه بالجبنه الموتزاريلا. مفيش جبنه موتزاريلا، اعملوا جبنه رومي، اي جبن يعني عندكم. فهماني مشي نفسك موجود عندك. وده ايه ده؟ وده سجق عندي. سجق بلدي صح؟ لا ده سجق اسكندراني. يعني انت اللي عاملاه؟ لا احنا مشترينه جاهز بس انا عاملاه في البيت. طيب. اي بقى حاجه ممكن نحط بسطرمه، زيتون، فلفل سلامي، الحاجات دي كلها تبقى جميله. فلفل الوان، طماطم، اي حاجه انت حابه تعمليها حطيها عليه. ده كانها بيتزا بالظبط. ما هي بتبقى بيتزا في الاخر. ودي جبنه معانا انا كنت جايباها، جبنه شيدر. حلوه جدا. بتاخدي بقى ال3 طبقات، ادي 1 2 3 يا جماعه. ركزوا بس في الخطوه دي، ركزوا بقى في الخطوه دي بالتحديد، ركزوا معايا. بتجيبي دي تقفليها كده. تمام. وتجيبي السمنه بتاعتك اهي عشان بصي كأنك بتاكلي شفتي الفطير الشرقي تبقى زيها، وتاخدي دي كده عليها. تمام. وتجيبي بقى ايه تاني يعني بتقفليها بالسمنه بالظبط والزيت، وتقومي ايه حاطه دي كده عليها. اوكي. ودي كمان ايه فوقيها كده، اسهل مما يمكن. كده بقت خلاص معانا بيتزا حلوه قوي. وبعدين سريعه جدا. سريعه جدا فعلا والله، احلى بكتير من البيتزا. لا والطعم طعم جبار بجد. بتبقى طب دي ممكن تتحط في الفرن ولا لازم على النار؟ ممكن تسوي على النار. انا ممكن في النار ولا يعني انت اصلا هتحطيها في الفرن؟ بس ممكن اوريكي ان انا اسويها من تحت على النار واولع عليها الشوايه من فوق. طب معلش انا عايزه اعرف المخبوزات اللي انت عملتيها، البوريك بالجبنه ده بيتحط في درجه حراره قد ايه؟ 180. 180 لازم درجه حراره عاليه. طب لمده بياخد من ربع ساعه لنص ساعه حسب الفرن بتاعتي، واحنا بنبص عليه. وممكن بقى تحطي على الوش بتاعها جبنه موتزاريلا. هنا على الوش البيتزا. عشان لما تخشي فرن تديكي اللون. طب انا عايزه، لو انا مش عايزه اعملها على النار من لا هتدخلي الفرن خلاص. تمام. درجه الحراره كام بقى؟ درجه الحراره بتاعتها تكون ضعيفه يعني شويه، ما تبقاش 180، تبقى على 90. 90. لان اول ما هتاخد لون معاكي من تحت مش هتستني عليها، هتولعي على طول عليها الشوايه. اوكي. وبعدين كل لان انت عارفه جواها ان الجلاش ملوش يعني. الكاميرا جايباها اهي من فوق، شكلها تحفه. هي كده احنا اساسا يعني ايه موطيين النار عليها. والفرن ولعه بتاعتنا ممكن يسويها جواه، ما بتاخدش سوا 10 دقايق يعني، ما بتاخدش حاجه خالص على النار او في الفرن. يعني ولو في الفرن على درجه حراره 90 يا جماعه. ونعمل انا حاسه كاننا والله في شم النسيم بالجو اللي انت عاملاه ده. تسلم ايديكي الشيف شيماء صلاح بجد. عملت لنا حاجات جميله. ايوه بصوا يا جماعه بتتفتح بتبقى عامله ازاي، تحفه على فكره. يعني اي حد بقى عايز يعملها للعشاء هتبقى جميله جدا، تبقى حلوه قوي. طيب تسلم ايديكي شيف شيماء صلاح، وان شاء الله نتقابل على خير دايما كده بحاجات ومكونات جميله. شكرا ليك.